لو مش قادر يقول لك، قول لي ساعتها انت شايف ان ايه اكبر تشالنجز انت شايفها انت وزمايلك في الشركه اوفرول، فانا اقدر اقول لك انا ازاي ديفرنت في حاجه زي كده. هتلاقي في ناس كتيره جدا من الهايرنج مانجرز هيبقوا مستعدين يسمعوا منك كده، وهتعجبهم ان انت بتقول الرد ده. وفي بعضهم هيشوف قد ايه انت تقيل ولا لا في الانترفيو. انا دلوقتي نطيت من النتوركينج لانك حد داخل معاه في انترفيو وبتحاول تبروف نفسك. ممكن حد يقول لك ايه، مش شرط قوي يعني، سيبك قول لي انت بس عندك ايه، لان ده هيحصل في شغلانه الميديكال راب وانت بتشتغل مع دكتورز. احيانا هتكون داخل بتسال الدكتور اوبن اندد كويشن عشان تعرف الدكتور بيفكر ازاي. يقول لك ايه، بقول لك ايه، خلص وقول لي عندك ايه النهارده. فهتقعد تترب وتخاف وترعش وتبقى مش عارف تعمل ايه، ولا هتقدر تكمل وتفتح معاه انسايتس ودiscussions، ولا هتروح اجريسيف وهتتخانق مع الدكتور. كل ده بيبين البروفايل بتاعك هيبقى شكله شغال ازاي. نرجع تاني لحته النتوركينج. احنا اتفقنا ان انت تبعت السي في بتاعك، او انك تطلب انك تكلم الشخص ده على التليفون، او انك تبعت السي في فيزيكالي، او ان انت هتحطه في كوبايه نسكافيه وتبعته في كرتونه بالبوست ميل عشان تطلب منه تاخد رايه في الكارير باث ايه. ده غير انك بتقدم على لينكد ان. طب هل في طريقه تانية في النتوركينج ممكن تساعدني انا اقدر اكونكت؟ طبعا. انت دلوقتي ودي بتجاوب سؤال مهم قوي. انت دلوقتي ليتس سي انت اشتغلت، انت في ايام الكليه لقيت في امبلويمنت فيرز، اي ايفنتس فيها شركات الادويه خش فيها، لانك هتلاقي في مانجرز موجودين وفي رابس موجودين، هتتعرف عليهم وتبيلد النتورك. وده احسن من التليفونات والحاجات اللي بحكيها دي كلها، انك هتلاقي حد بوث فتبدا تتعرف عليه، تعرف الستبس ايه، تقدر تساله الكلام ده فيس تو فيس، فيقول لك ايه ده، بقول لك ايه، طب هات السي في بتاعك، طب احنا هنكلمك. واحد بتدردش معاه فيقول لك هو انت ايه مثلا، اقول له والله بص انا في الكليه كنت بحاول اتعلم شويه، اطور من شخصيتي وعملت شويه اكتيفيتيز 1 2 3 4، مش عشان انا جامد، عشان بحاول اتعلم وابقى كويس. وده مهمه اول ستيب، ما تاخدش قلم في نفسك. مش عشان انت عملت ماركتنج ايام الكليه انت هتشتغل تبقى ماركتنج مانجر، مفيش الكلام ده. انت لسه بتبدا خطوه بخطوه، لان شركات الادويه ليها اكسبيرينس مختلفه، وكل اندستري ليها اكسبيرينس مختلفه. يبقى انت النهارده ساعدتك النتوركينج ايفنتس جدا جدا انت تقدر تاخد بيها ستيبس حلوه. طب لو انت مش عارف توصل للنتوركينج ايفنتس، يبقى احنا اتكلمنا فيزيكالي في الشركات، او اونلاين، او على التليفون، او ان انت تبعتها بوست ميلز، او انك تخش في النتوركينج ايفنتس بتحاول تقدمها اكتيفيتيز. النتوركينج ايفنتس في الكليه او بعد الكليه، لو انت شغال في شركه لوكال او في شركه مالتي ناشونال بس مش عاجباك، بس في عندك بوث، فهتتعرف على الشركات الثانيه، فهتبلد نتورك، فتعرف تقدم السي في بتاعك. كل دي التكنيكس تقدر تساعدك انك ايه، ما عندكش عذر انك تقول الدنيا بواسطه، انك النهارده بتلاقي opportunities تقدر تحارب وتعمل اللي عليك، وكله في الاول والاخر باذن ربنا سبحانه وتعالى، بس انت بتعمل اللي عليك. طيب في حاجه برضو مهمه جدا جدا واقوى من الطرق اللي انا حكيتها دي كلها، ان انت لو قعدت اول شهرين 3 مش ملاقي جوب، هتعمل ايه؟ وده حصل انا وايام كليه من اصحابي، هتكلم عنها كمان شويه، بس قلت خلاص مش عارف، مش ملاقي حاجه، هتعمل ايه؟ فرحت اشتغلت في شركه لوكال، فما فيهاش اي مشكله. الشركات اللوكال ليها الفول ريسبكت، وشركات اللوكال في منها ناس جامده جدا جدا وبتعلم جامد جدا جدا، وما فيهاش اي مشكله خالص انك شغال في لوكال ومالتي ناشونال، ما فيش اي عنصريه في الموضوع ده. وانا بقول لك الكلام ده فروم اكسبيرينس حصل معايا ومع ناس كتيره جدا. ليتس سي النهارده ان انت خلاص ما عرفتش توصل للمالتي ناشونال اللي انت نفسك فيها، مرتب اعلى، الدنيا اعلى، وهتروح للوكال كومباني. اللوكال كومباني دي في ناس شركات حلوه قوي قوي قوي، وفي شركات عاديه. حلو، انت ليتس سي النهارده بدات دخلت في شركه لوكال وعملت تقدم في المالتي ناشونال، وقلت يا مجدي عملت كل اللي انت بتعملها ده يا مجاميجو، ومفيش اي حاجه فرقت معايا ومفيش حد بيعبرني. اقوى تول هي واحده، الفيلد. اقوى تول في الميديكال راب عشان تموف من مكان للتاني الفيلد. مش بس كميديكال راب، لو انت كمان فيلد فورس مانجر او سوبرفايزر وعايز تروح شركه تانية، اقوى تول هي الفيلد. لان في الفيلد لما تنزل كتير وتعمل اكتيفيتيز فعلا وتبقى امباكتفول، الناس التانية هتشوفك. كان بيحصل معايا اول ما اتخرجت واشتغلت في شركه مالتي ناشونال، بس ما كانتش توب، وكان نفسي اروح في شركه تانية، فكان في ناس تانية بتشوفني في الفيلد، تقول لي ايه، طب بص هات السي في بتاعك. وانا مش بقول لهم ايه يا جماعه عندكم وظيفه، لا، هم ناس عادي، ما بعرضش نفسي في الاول، مش هقعد كل ما اشوف حد اقول له بدور على جوب. انت بتشتغل الاول، فالناس شايفاك بقى بتخش ازاي، وتكلم الاسيستنت انك عايز تاخد لك ابوينتمنت بسرعه. في ناس كتيره قاعده موجوده بتحاول تعمل ريليشن شيب مع الاسيستنت، تخش مع كي او الز وتعمل فلاش كول في 1 اور 2 مينتس، يبقى الدكتور عامل بيشتري منك وتسمع روشته بعد كده. الناس دي مش بتشوفها، بس بتشوف كاركتر واحد عنده اتيتيود، عايز يبيلد الكاركتر بتاعه وعايز يعمل حاجه كويسه. وفي بعض الدكاتره لما بتيجوا تقابلهم بيروح مدخل مثلا شركتين 3 مع بعض، وهو عارف ان هم مش بيكمبيتوا مع بعض، ويعملوا كولز جنب بعض. وفي بعضهم وانت بتعمل الكول بيبقى الدكتور فاتح الباب بتاعه بره وانت واقف بره وبتعمل كول، وما بيبقاش عايز يقفل الباب، يقول لك لا خليه مفتوح، فيبقى في زميلك سامع الكول بتاعتك، فالناس بتبقى سامعه الاكسبيرينس بتاعتك. طبعا مش بقول لك كده انك تعمل الكلام ده، انا بقول لك انك لازم تخلي بالك من الكومبيتيشن، انك ما تعملش كولز قدام كومبيتيتور طبعا، بس بقول لك لو حصلت ان انت الدكتور عامل الرولز دي وان في حد مش كومبيتيتور وراك وعملت كولز حلوه، الناس بتسمع الكلام ده والورد في ماوث بيبقى موجود، والناس بتتكلم بعضها وبتقول لك بص ده في واحد شفته عمل حته كول امبارح كان خطيره، سمعته وهو بيعمل ده، الولد ده خطير، كان بيعمل انجيجمنت مع الدكتورز وكان مبسوط جدا بالطريقه بتاعته، وعرف يعمل ستوري تيلينج تكنيك، وعرف يعمل كوميتمنتس وكلوزنج. او في واحد تاني اللي جيت مع دكتور ولقيته جه يهزقه، عرف يمتص غضب الدكتور وياخد منه ابوينتمنت تاني، وعرف ياخد النكست اكشن بعد كده ان هو يتكلموا مع بعض فين وامتى في وقت ايه. فالفيلد از اميزنج
amazing opportunity to build network. لو انا عايز الخص عليكم الموضوع دوت النهارده، الفيلد is amazing opportunity to build network and amazing opportunity to find a job hunting based على شغلك، مش based انك تقعد تجري ورا الناس، based على الناس هتشوف شغلك والناس بتشوف النتوركينج وشايفه ان في واحد قاعد مستني العياده بتاعته، فممكن واحد يكون بيشوف له فيلم، وممكن واحد يكون مطلع النوتس بتاعته والنوت بوك بتاعه او الايباد وعمال ياخد نوتس على البوست كول والبري كول اناليسيز وبيختار السلايدز بتاعته وبيجهز الحاجه بتاعته. ده مش معناه انك تقعد توري الكلام ده اللي حواليك، بس انا بقول لك حتى وانت مخبيها كده اهوت في ناس شايفه ان في واحد بيتعب هنا، فلما تبدا تتعرف عليهم وتعرف انت شغال ايه على برودكت ايه وهم شغالين ايه على برودكت ايه، بتبدا تبيلد نتورك. والناس الشاطره دايما بتقابل بعضها في العيادات، دايما بتقابل بعضها، فبتبدا تبيلد نتورك وتعرف ان مين دول ومين ده، وتبدا بعد كده تقول لك طب بص عندنا opportunity، ما تجيب السي في بتاعك، تعالى نساعدك بيها. دي كلها من حتى لو انت شغال في شركه لوكال وعايز اكبر شركه مالتي ناشونال تتارجتها، كل ده هيساعدك انك تفايند الجوب opportunities. واجين انا بعيد نفس الكلام، مفيش اي فرق ما بين انك تشتغل لوكال ومالتي ناشونال. طبعا في اكسبيرينس سيستم، في هايرنج مختلف، في سيستم مختلف، سبينج سالري مختلف، انا عارف ده كله، بس انا قصدي ما تقللش من الشركات اللوكال، في بعضها كويس جدا جدا في الاكسبيرينس. في بعض الشركات اللوكال كومبانيز بيبقى عندها اكسبيرينس كويسه في سيستم كويس بتساعد الناس بيها، وفي لوكال كومبانيز اقل من كده بكتير. طبعا ده كله بيديبندز، وفول ريسبكت للشركات كلها.